أخواتي، إخواني أعضاء رحلة التعلم، والضيوف بارك الله الكرام فيك. الذين يحضرون معنا لأول مرة. اليوم محاضرتنا رحلة تعلم مع القلب، يلقيها الدكتور المتخصص الطبيب جاسم طشر ثامر العوادي العزاوي. عزاوي، نبذة، ما شاء الله. أي نعم، نبذة عن الدكتور قبل ما يبدأ المحاضرة مالته. الدكتور جاسم تولد 1954 من الشطرة هو. سامي. مرحبا بأهل الشطرة أيضا كلهم. بكالوريوس طب وجراحة، 54. بكالوريوس قانون، بكالوريوس إعلام، دبلوم عالي طب باطني، ماجستير طب اجتماعي، وعنده أيضا ماجستير فحص القلب بالأمواج فوق الصوتية. وطبعا عنده مناصب ويعني وظائف: عضو مجلس الأوروبي للقلب، عضو المجالس الأوروبية للسكر والضغط وفحوصات القلب، سكرتير عام جمعية مكافحة التدرن السابق، نقيب الأطباء العراقيين إلى قبل فترة طلع، آه، عضو الهيئة الإدارية لرابطة المجالس البغدادية، رئيس مركز دراسات الإعلام والقانون الطبي، طبيب اختصاص قطاع خاص. الآن هو حاليا يعمل في مستشفى في ساحة الأندلس، وأنا من رحت لبغداد دعاني وشفت المستشفى وشفت عيادته، ما شاء الله عليه. وهو ما من شاء الله. النوع الذي يساعد المرضى، يعني بارك الله فيك. عنده هذه الناحية الإنسانية جدا جيد، وهو نشط ثقافيا. وسبق وأن اشتركنا في محاضرات سوية في مركز المتنبي، مركز البغدادي في شارع المتنبي. وقبل البارحة كانت هناك جلسة أنا والدكتور هلال من ألمانيا، وكان الدكتور جاسم وأيضا الدكتورة رجاء وآخرين من الأطباء شاركوا معنا. كانت هي توعية جماهيرية في مسائل الأعشاب والعلاج بالأعشاب بصورة عامة. فشكرا لك، شكرا على جهودك دكتور جاسم، ونتمنى لك كل التوفيق في هذه المحاضرة والمواضيع الأخرى. تفضل دكتور جاسم. نبدأ بسم الله سبحانه وتعالى، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتي الذين يستمعون لي اليوم، وكنت تلميذا في حضرتهم وكنت مستمعا في جلساتهم السابقة. وطبعا يبقى دكتور عبد الهادي رمز بالنسبة إلي، ومثل ما قلت لكم سابقا أنه كانت صورته أني في غرفة النقيب، كانت إحدى العلامات المتميزة الموجودة في الغرفة. قضية القلب ومعيشتي مع القلب الحقيقة قصة طويلة. أولا لأني كنت في يوم من الأيام مريض بالقلب، فتعايشت معه وتعلمت أمور قبل أن أدخل كلية الطب، وبقى هو الهاجس الذي يدق في قلبي وأريد أن أدخل له. وبالفعل صارت الفرصة أنه أكون مقيما أقدما في مستشفى ابن النفيس، وبسبب الحرب العراقية الإيرانية انسحبوا كل الأطباء المقيمين، فبقيت أنا الوحيد اللي أعمل بالمستشفى من عام 80 إلى عام 86. أستاذي الأول ومعلمي وأبي الروحي هو دكتور جعفر الكويتي. تبقى العيون تدمع عندما أذكره. هو الإنسان اللي خلى رجلي على طريق، والذي كان لا يبخل بأي نصيحة علمية أو اجتماعية أو إدارية أو أي شيء آخر. لذا أنه لا بد لي أن أذكر دكتور جعفر الكويتي، لأنه هو أساس العلم القلب الذي يوجد في داخل القلب. بحثنا به من كل الجهات، وغصنا في الماضي ومعرفة ماذا كان يعني في الماضي وفي الحضارات السابقة، وبعدين إلى أن نتحول إلى عضو مادي. واليوم ما هو معنى القلب وما هو علاقته بالعقل والعواطف والأمور الأخرى، إضافة إلى أنه الطرق الحديثة وطب المستقبل الخاص في القلب. فإحنا بالحقيقة هاي المقدمة اللي أنا حبيت أنه أشكر أساتذتي على حضورهم، وأتمنى أن أكون أتحسن ظنهم بإعطاء معلومة قد تفيد في هذا الزمن، أو قد نستمتع بها ونتذكر بعض الأمور ونطلع على بعض الأشياء.
فإذا تحب إنه تعطيني شير دكتور، إذا قدرت أحصل السلايدات. أوكي. دقيقة واحدة، يمكن الشير إجاني عندك أعتقد، شوف عندك. إجاني أوكي. نعم. نعم. هسه شو راح أعرفه؟ هسه أنت أنطيتني أوكي. نعم. sharing is not turned on. دقيقة مرة ثانية. المهم نتحدث في الموضوع إلى أن يحصل الشير. يعني الشير هو بالحقيقة عبارة عن رؤوس أقلام حتى تساعدني على الحديث. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نأمل أن نبدأ ونتحدث بهذا الموضوع مبتدئين من آية قرآنية كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي سورة النور. وربما يكون دعاءنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلنا ممن يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صدق رسول. اختارينا هذه الآية وهذا الحديث وفيه قصد كبير، لأن فيه أولا تطرق لمفهوم القلب، وفيه كلام عن ما يتقلب فيه القلب، وهذا دليل على تشعب وظيفة القلب وتقلبه من في الزمان وفي المكان. القرآن الكريم واللغة في التاريخ القديم قبل القرآن الكريم هي نبض إجاك للقلب. دكتور، إجاك الشير، تفضل. نمشي على الدوكيمنت. هاي اوكي 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 اوكي. عاشت ايدك دكتور قيس. نعم. يبارك بيك. واضح عيني وصلكم؟ هسه طلعت هو شير، لكنه ما طلع الباوربوينت مال حضرتك. أنا بالحقيقة وصل، أنا طلع عندي بس ما أعرف أنتم عندكم. دبل كليك الفايل يطلع. طلعت هاي الليسته مال حضرتك اللي هي دق على الفايل مرتين دكتور، دق على الفايل مرتين. عيني دقيت والله. هسه ما يفتح عندك. هياته موجوده عند باوعه، انت مدى تروح عليه، بس روح عليه رحله تعلم عن القلب. بالضبط. اي ودقه. دكتور جاسم، مو طلعت عندك الليسته؟ مو طلعت الليسته مال الفايلات؟ اي خلص روح عليها. هسه طلع عندي حاليا طلع عندي، انا دا يطلع عندي، يعني الشير يمي واضح. زين شيل لعدها، شيل القائمه، شيلها من فوق. اي قائمه؟ اكو قائمه فوق مال ديتا شيله. انا راح اروح على الشير الاكسبلورر. زين اغلقها وافتحها مره ثانيه رجال. ها سبيد يا ولد حتنزلي وشني هذا؟
افتح دكتور جاسم، افتح، طلع الباوربوينت كله زين، بس افتح الصوت مالتك. نعم، افتح الصوت دكتور هم دا جاسم. اقول هسه أيوة. اوكي يعني. هسه اوكي، هسه اوكي، يلا إيه. هسه وهي. أنا ما عندي. ها؟ اوكي. ايه، كله زين، آه ماشي. اذا احنا بعد ما بدأنا بالآية الكريمة وحديث الحبيب محمد، عيدها عيدها عيدها، عيد أعيدها الآية. من البداية مو نعم، تبدأ. يلا تفضل. آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا بذكر لآية كريمة مقدسة لي وللآخرين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلنا ممن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعد ما بدينا بهذه الآية والحديث سندخل في موضوع المفهوم القلب في القرآن الكريم وفي اللغة. ذكرنا هذه الآية وهذا الحديث لنشير إلى أنه هنالك تكرر لكلمة القلب في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن 132 مرة. ذكر جمعا في 112، ومثنى في مرة واحدة، ومفردا في 19 مرة. وجاءت الكلمات بألفاظ متعددة: قلب، قلوب، قلوب قلبك، وقلوبكما، وقلبه. ومن الآيات التي وردت فيها ذكر القرآن كثيرة، منها البقرة وآل عمران والتوبة والأنفال والأحزاب. من نعطي مثل لبعض المفاهيم: المفرد والجمع والمثنى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آية سورة قاف 37. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الوحيدة التي فيها ذكر للمثنى، وهي هي سورة الأحزاب. أما ما هو موجود في الجمع فمن قوله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: سبحان مقلب القلوب. ولنا يعني سبب بتكرار هذا الموضوع في موضوع القلب وتقلب الأمر. نرجع إلى المعاجم ومعجم اللي أخذت من عنده بالحقيقة رؤياي في هذا الموضوع، والتي يتماشى مع ما أؤمن به أو أسير عليه. هو مقاييس اللغة لأبو الحسين أحمد ابن فارس، الجزء الخامس صفحة 17، في باب كتاب القاف، الباء والقاف واللام وما يثلثهما، والجزء رقم 5. قلب القاف واللام والباء أصلان، له أصلان صحيحان. الأصل الأول أنه يدل القلب على خالص الشيء وشريفه، فقلب الإنسان وغيره، وسمي بهذا لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، وهو وسط الشيء أو عمقه أو لبه، وفي نفس الفكر هو مركز الشيء وخالص الشيء وعمق الشيء. إذن كلمة قلب هو قلب الشيء، فلكل شيء قلبا. وقلب القرآن ياس، وقلب النخل جمارها، وهي شطبة بيضاء في وسطها عند أعلاها، إذا تلفت ماتت النخل. واليوم هو الحديث كله على النخلة، فإحنا ركزنا على هذه النقطة حتى تكون
دكتور خير الله إن شاء الله يبدع في ذكرها لاحقا. المعنى الثاني الذي ورد في المعجم أن القلب بما معناها قلب الشيء أو رد الشيء من جهة إلى جهة أخرى، أو تحويله أو تغييره، قلب من حال إلى حال. وكلمة القلب هنا مشتقة من تقلب الأشياء. والذكر الآية الكريمة اللي ذكرناها وحديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فيه إشارة لذلك، ففيه كلمة تتقلب فيه القلوب والأبصار، والحديث واضح أيضا. نؤكد هذا الموضوع في حديث الشعراء الذين هم خزين اللغة العربية. وإحنا راح ناخذ حديثين. واحد الأحوص الأنصاري ويقول فيه: وما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف للإنسان أطوارا. وطبعا الأحوص الأنصاري ما نتحدث عنه لأنه هو مو موضوعنا. أما العباس بن الأحنف فيقول، ويقول هو في الإنسان اللي كان يحبها اللي اسمها فوز: فما دونها في الناس للقلب مطلب، ولا خلفها في الناس للقلب مذهب، وهان عليها ما ألاقي، فربما يكون التلاقي والقلوب تقلب. القلب في الاستعمال القرآني متعدد وله مرادفات كثيرة سنتحدث عنها أيضا. وإحنا اليوم نعرف أنه القلب هو عضو مادي موجود في الجهة اليمنى من الجهة اليسرى من الصدر، أو بالحقيقة في منتصف الصدر ويميل إلى الجهة اليسرى، وهو تحت عظم القص. الجزء الأكثر من عنده يميل إلى الجهة اليسرى. أما في الماضي فهو كان يعني الكثير من الأمور، فهو يعني محتوى العاطفة والحاوية التي تحوي العقل وتحوي الأخلاق. إذن هو كان موقعا مهما للفعاليات الأخرى غير التي تحدثنا بها. وهنالك كثير من الأدلة على هذا الموضوع. القلب عقل سابقا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهنالك الكثير من الأمور أن يؤخذ بهذا المجاز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا. وفي سورة عمران بسم الله الرحمن الرحيم في سورة آل عمران: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن التعابير كثيرة، والآيات القرآنية مثل ما قلنا 132 آية، كل آية يعني بها القلب موضوع معين. إذا تعددت استخدامات القلب في القرآن الكريم، وتصاحبها اللغة العربية في ذلك الوقت. طبعا القرآن الكريم نزل وهو هداية لكل العصور، ولكن نزل في لغة العرب، لذا استخدمت هذه المفردات لتكون قريبة منهم وتدخل آذانهم وتدخل عقولهم بسهولة. وإحنا القرآن الكريم لم ينزل في الطب، وإنما نزل كدستور لكل الأشياء، وليس هنالك تفاصيل فيه، وعلينا أن نقرأ آياته ونستفيد منها. هذا الارتباط القوي بين الإنسان وقلبه، فهو جالس ويحس نبضاته، وهو جالس ويتألم من عنده، وهو جالس ويحس أنه القلب بدأ يقوم ببعض الفعاليات نتيجة التأثر بالأمور اللي تحيطه. لذلك كان يعتقد الإنسان في زمنه أنه هذا القلب هو مصدر هذه الأحاسيس، وهو الصانع لها، وليس هو نتيجة لهذه الأحاسيس اللي تصير. يعني ليس هو كاشف، ليس كاشف لهذه الأحاسيس، وإنما صانع لها. بينما هي الحقائق تثبت العلم أنه هو كاشف وليس صانع. مرادفات القلب في القرآن الكريم كثيرة، وهنالك العقل أيضا، اللب والفؤاد والصدر
والجنان والروع والخلد والثامور والخزانة والصفر والخافق والمهجة والوجدان. وكل هذه الأمور هي ممكن أنه تكون جزء من المرادفات اللغوية للقلب. وعندنا بالعربي العامي كلمة الدلال. الموضوع الآخر اللي راح نتحدث به بالحقيقة عندنا القلب في الأديان واللغات والحضارات. الديانة اليهودية ورد بها كلمة قلب في أماكن متعددة بنفس المعاني التي وردت في القرآن الكريم، واعتبر أنه هو حاوي الفرح والغضب والحب والحزن والشوق والعشق وهاي الأمور كلها، وأن نبض القلب هو ما ينتج عن هذه العواطف وما يحملها ويوصلها لجهة أخرى. احنا حتى نبحث في التاريخ في هذا الموضوع، تعرفون حضراتكم البحث في التاريخ ما في مصادر ثابتة من ناحية، ومن ناحية ثانية هو موضوع شائك جدا، لأن احنا حدودنا من كتابة التاريخ ولحد الآن وتبقى الأمور الأخرى على ضوء ما هو موجود في الأساطير وما يذكر من حوادث ذكرها الناس بعد التاريخ، ومن الرسومات ومن التماثيل اللي وجدت ومن الآثار اللي وجدت، وكلها قد يكون هنالك آراء مختلفة في الموضوع، والإنسان يأخذ الأمور كلا من جانبه. فمن يؤمن بالغيبيات يأخذها من الجانب الغيبي، ومن يؤمن بالماديات يأخذها من الجانب المادي. هنالك رسم ظهر بالتاريخ اكو حيوان اسمه الماموث. هذا حيوان ضخم مثل الجاموس، ووجد في كهف في إسبانيا. الكهف اللي وجد في إسبانيا فيه صورة رسم على الكهف لهذا الحيوان وفي داخله قلب. إذن موجود فهم لموضوع القلب ودوره من زمن هذا الحيوان وما قبل هذا الحيوان. بالحقيقة هذا الرسم يعود حسب الحقيقة، تقول أنه حسب ما درسه التراثيون في هذا الموضوع. السومرية ذكر كثير القلب بها، وكان يسمى سا أو شا، وهي تعني الداخل أو جوهر الأشياء. كل شيء في داخل وجوهر الأشياء يسمى سا أو شا. الأكاديون اسموه بالليبو، LIBU. وفي زمن قلقامش بالحقيقة أكو حديث كثير في ملحمة قلقامش، يعني نذكر من عندها أنه صديق انكيدو هو لمس قلبه لكنه لم يجد النبض. وفي تعبير آخر يقول أن قلب الثور قدم قلب الثور لإله الشمس. وفي الصينية أكو كتاب اسمه الإمبراطور الأصفر فيه حديث كثير حول هذا الموضوع أيضا. وطبعا احنا قضية حضارة الصين بالطب شيء كبير جدا، عندنا حديث كثير عليها، ولكن نتجنب الحديث لأن احنا ناخذ موضوع القلب فقط. انذكر القلب قبل 5000 سنة في الأيورفيدا اللي هي هذا ثقافة الهنود الطبية، وهو دستور الطب. وبالنسبة لدستور الطب في الصين هو الإمبراطور الأصفر. وفي مصر القديمة هنا نتوقف. مصر احنا سبقناها كسومر في الحضارات وفي الكتابة وفي الرسوم، إلا أنها سبقتنا في التدوين. مصر كان عندهم قدرة على التدوين، وكانت البرديات تعمل عمل كبير، وكانت تحفر في أماكن، وهذه الأماكن وجدت واكتشفت في القرن ال19، وتم شرائها من قبل المستشرقين واستفادوا من عندها. فالبرديات وبردية إبرس فيها الكثير من الحديث عن القلب
والإشارة إلى مرض هذا القلب بالألم في الذراع الأيسر والذراع الأيسر والجهة اليسرى من القلب. والقلب يسمى بالفرعونية أيضا إب. دول أمريكا الوسطى أيضا هنالك ذكر كثير للقلب، وخصوصا حضارة الأولميك وحضارة المايا والأوزبك. هناك في أكو تطرف كان كبير في أوروبا، لأن هم كانوا يعتقدون أنه القلب يحمل الحيوية العظمى الآتية إلى جسم الإنسان، لذلك يقدمون القلب في التضحيات. فكل مناسبة يقتل عدد من الشباب بسبيل أن تمنح قلوبهم إلى هذا شنو اللي بالغرب؟ آلهة. مي مال هذا نعم، يعني تصير لنا قفزة بالحقيقة قيس إلى الله يرضى عليك، سد شو اسمه السماعات مال باقي الناس. المداخلات ده تأثر على المحاضرة، رجاء. شكرا. اليونان وهوميروس والإلياذة والأوديسا ذكرت القلب أيضا. واليونان هنا نتوقف في الفترة بين 700 إلى 400 قبل الميلاد. هنا حصل تغير كبير في موضوع القلب، سنذكره إن شاء الله. طبعا مثل ما قلنا أنه بالدين اليهودي هو موجود أيضا، وذكر 700 مرة، وفي الدين المسيحي ذكر 105 مرات. لماذا اعتقدت الحضارات القديمة والعقائد أنه القلب هو رمز العاطفة ورمز العقل ورمز كل شيء؟ أولا مثل ما قلنا، الظواهر اللي تظهر بالقلب نتيجة الانفعالات والتوجهات والأشياء التي يراها الإنسان ويسمعها أو يحس بها، أو هي قد تكون كرد فعل للحب والعشق. وكذلك أنه التشريح البدائي، الدماغ ما كان موجود وهو مجهول جهل تام، كانوا يعتبروه هو مرطب للأنف، لذلك هو جامد لا يتحرك، لذلك ليس له قيمة عند الآخرين، وابقى التركيز على القلب. وثانيا القلب يكون في مركز مهم جدا في الجسم وهو الصدر، وفي منتصفه، وارتباطه في كل أعضاء الجسم القريبة من عنده والبعيد. هنالك قسم من الأعراض التي تحصل نتيجة المرض يصير بها نوع من ضيق القلب وضيق الصدر والآلام، بينما الدماغ ليس هنالك أي شيء خاص به سواء ما هو موجود في الجمجمة من صداع. وهنالك ملاحظة كانت موجودة أنه يعتبرون ألم الصدر القوي هو عبارة عن بداية الموت، وهي حقيقة موجودة ولا تزال لحد الآن، أنه الموت المفاجئ قد يكون نتيجة جلطة قلبية فيبدأ بألم الصدر. 30% من أسباب الوفيات في كل مكان بالدنيا هو هذا الموضوع. الشيء الآخر أنه القلب له سمو من ناحية المكان والوظيفة والحجم. لهذه الأسباب تم اعتبار القلب هو مركز كل شيء في الجسم. مثل ما قلنا أنه الأسماء اللي موجودة بالسومرية والأكادية والمصرية أيضا باللغات الأخرى يوجد نفس المفهوم وأسماء له، اللي هي بالسريانية والأرامية ويسمى ليبا بهم وهو عضو موجود، وفي العبرية يسمى ليب أو قلب، وفي الأرامية يسمى ليبا، وفي الكردية يسمى دل. وبالمناسبة الكردية يسمون القلب دل وجسد قلب، الجسد قلب يعني جسدي. في التركية تسمي كالب ويورك. تحدثنا عن كل هذه الأمور بالحقيقة بإسهاب بهذا الموضوع، وسبب الاحتقاد ذكرناه أنه نتيجة الانفعالات ونتيجة وجوده ونتيجة خمول الدماغ في ذلك الوقت.
الانتقال الكبير والفائدة الكبيرة التي أتت من اليونان في موضوع الفلسفة والعلم والطب. إذن علينا أن نتوقف في هذا الموضوع ونعتبر بداية العصر اليوناني اللي هو منتصف القرن الأول قبل الميلاد. يذكر الطب في التاريخ من إسكالبيوس اللي هو تقريبا 1200 قبل الميلاد، وإسكالبيوس هو تلميذ هرمس، وهرمس هم 3 شخصيات: هرمس البابلي والمصري واليوناني. وهرمس يعتبر هو نفسه النبي إدريس، وإسكالبيوس يعتبره هو النبي إلياس. إسكالبيوس وضع الأسس العلمية والتفكير العلمي وقدسية العمل الطبي في التاريخ، ويعتبر هو إله الطب، وحول الطب إلى عائلته، وممنوع أي شخص آخر أن يمارس الطب إلا عندما يكون بمستوى ابن الآلهة ومستوى ابن الأنبياء. إذن هكذا كان ينظر الأطباء، والحمد لله نحن لدينا شخصيات كثيرة لا تزال تسمو بنفسها عن الأمور الدنيئة في الحياة الدنيا، وهم في هذا المستوى إن شاء الله. نتوقف في منتصف القرن. عندنا شخصيتين ظهرت. شخص اسمه فيثاغورس، هذا رجل رياضيات وهندسة، بس له كثير من الأمور اللي تخص الطب، وهو اللي فتح الباب للنظر للأمور بشكل علمي وبشكل معادلات وبشكل تفكير دقيق للنظريات والفرضيات والبديهيات، وجمع هذه الأمور للوصول إلى النتائج. بعد فيثاغورس ومن مدرسة فيثاغورس جاء شخصية حقيقة بدأت عمل مهم جدا وقلب فكرة موضوع القلب المعنوي إلى القلب المادي. الشخص اسمه إلكميون كروتون. هذا الإنسان عام 500 قبل الميلاد، منتصف القرن الأول، وهو قام بتشريح الحيوانات، ومن تشريح الحيوانات استطاع أن يتعرف على القلب وارتباطات القلب، واستطاع أن يتعرف على الدماغ وارتباطات الدماغ التي لم يفهم منها شيء في ذلك الوقت. القلب قد يكون مفهوم أكثر من الدماغ. وأبوقراط بدأ يحول الأمور إلى التفكير العلمي، أبعد الممارسات الطبية عن الشعوذة، ومع الإيمان القوي بوجود الخالق، ولكن لابد أن تكون هنالك عوامل علمية دقيقة موجودة أمامنا نعتمدها في سبيل التشخيص والعمل الطبي. ففي هذه الفترة بدأت الأمور تتضح. القلب أعطي منزلة خاصة، ولكن بقي هنالك تشابه بين مفهوم القلب العضوي والمعنوي. طبعا علماء آخرون بعد هذا الرجل اللي هو إلكميون كروتون استمروا بعمله إلى أن إجانا إيراستوس اللي هو عام 304. هذا قدر أنه يعرف صمامات القلب اللي موجودة داخل القلب الحيواني، وعرف التوصيلات اللي موجودة داخل القلب. وهنا حصلت الثورة الحقيقية، وهو شخص اسمه هيروفيلوس عام 335 إلى 280 قبل الميلاد. هذا الرجال شرح الدماغ والعين والأعصاب والقلب من وجهة العلم اللي موجود في وقته، وهو يعتبر رائد التشريح. وهنا انتهت فكرة ارتباط القلب العضوي الجسدي بالعقل قيس الله يرضى عليك وتفسيره. استلم الرسالة جالينوس. احنا عندنا محطات طبية، رجاء اكو مداخلات. مثل ما قلنا هرمس، وقلنا سكالبيوس، وقلنا أبوقراط. يأتي جالينوس اللي هو أبوقراط الثاني. هذا الإنسان هو بطل الساحة والعلم لمدة 1000 سنة، وهو اللي بالحقيقة أرسى
صفات القلب الحقيقية مع وجود أخطاء كثيرة في نظرياته، ولكنها كانت مفسرة، الفرضية التي وضعها كانت مفسرة لكثير من الأمور. وجالينوس من العظمة في ذلك الوقت أن كل الأطباء استمروا يدرسون على إيده إلى تقريبا النهضة الأوروبية، بما معناها تقريبا 1500 سنة. المتنبي إلى بيت شعر في جالينوس حتى يوضح عظمته، يقول: به يموت راعي الظأن في جهله، ميتة جالينوس في طبه. والمتنبي أيضا قال كبقراط: علم بقراط قصد الأكحل فحال ما للقفز للتجدل. وهذا الموضوع يراد له أديب مثل الدكتور خير الله بالحقيقة يشرح لنا. وعظمة جالينوس انتشرت عندنا بالعرب من هذين البيتين، جالينوس وبقراط. قدم بالحقيقة دراسة قوية وأفرز الأوعية الدموية إلى أوردة وشرايين، والقلب، تجاويف القلب وضحها. وكانت عنده خطأ أساسية أنه يقول الأذين ما إلى قيمة وهو جزء من الوريد، والشيء الآخر أنه عنده جهل كبير في موضوع انتقال الدم من الجهة اليمنى إلى اليسرى، لذلك كان يعتقد هنالك فتحات صغيرة بين الحاجز القلبي يتحول من عنده. وكان عنده خطأ آخر أنه يعتقد أنه الكبد هو صانع الدم وهو صانع الحرارة، والقلب ليس إلا عملية تحويل لهذه الصناعات. جانا ما بعد جالينوس، احنا هسه بدينا ندخل تقريبا حتى إلى قريب منطقتنا العربية. جانا ماسر جويه اللي هو طبيب يهودي من البصرة، وهذا كان ابن أبي أصيبعة. عندما نقرأ كتابه طبقات الأطباء يشير إلى دائما بكلمة اليهودي. ويحيى بن ماسويه، وهذا سرياني، وعمل في هارون الرشيد. المنصور حاول أن يصنع، ومثل ما حقيقة أشير إلى ما قال الدكتور قيس، الدولة العباسية فيها الكثير من السيئات وكثير من الظلم، ولكنها تشتهر بعظمة العلم لكون بغداد، وسنثبت هذا في حديثنا، أنه كانت هي المدينة الأولى بالعالم، وكانت تتربع على عرش العلم والحضارة بالوقت التي كانت تغوص عواصم الدول الأوروبية في القذارة وفي الروائح وفي الموت وفي الحرب في ذلك الزمن. ويأتي ابن ماسويه الحقيقة اشتغل في المارستان الرشيدي، وحنين بن إسحاق اجى بعده، وكلهم هم ذولا بالحقيقة سريانيين. عندنا أول مؤلف لكتاب عربي بالطب، كتاب عربي بالطب، هو علي بن ربن الطبري، وهذا بداية الدولة العباسية. والشخص الثاني اللي هو أتى بعده ب100 سنة هو الرازي، والشخص الثالث الذي أتى بعدهما ب100 سنة أخرى، يعني واحد إجا بال100 وواحد إجا بال200 والآخر إجا بال300، تقاسموا القرون فيما بينهم. وهنا بدأ الطب العربي يسيطر على طب العالم أجمع، وبدأت تدرس علومه في كل مكان في العالم. طبعا هنالك كثير من الأطباء، إذا احنا نتحدث بها عن تاريخ الطب والأطباء، اليوم لقينا محاضرة في الطب في ما قبل الدولة العباسية، وعندنا محاضرة راح تكون في المجمع العلمي العراقي تحت عنوان بعد أسبوعين بالضبط من اليوم، تحت عنوان الطب من الكهف إلى البيمارستانات العباسية. عندنا العائلة البختية الشيوعية اللي هو بختي يشوع وأولاده اللي بقوا مسيطرين على الطب في المنطقة. ولا بد وأن نذكر مكانين آخرين اللي هو جندي سابور اللي هي المدرسة الطبية التي كانت هي مصدر للطب، وعلوم القلب أسست وكتبت فيها أيضا، وكثير من الأمور التي ترجمت من اليونان إلى العربية والسريانية، وبالتالي صفت في أرض بغداد.
احنا هنا بالحقيقة العباسية أنشئت بها الإمارستانات والكليات والجامعات، والمستشفى العرضي لا يزال أرقى مستشفى عندما يقارن بالظروف الموجودة في التاريخ، وهو في بغداد أيضا. لنا وقفات كثيرة مع الرازي وابن سينا، ولكن الوقت لابد وأنه نحاول أن نتجاوز الكثير في سبيل أن نغطي الموضوع. ابن سينا فيلسوف وفي نفس الوقت الطبيب الأول في العالم في تلك الفترة، وهو أيضا مات ميتة فيها فاجعة بالنسبة لنا. نقفز الآن إلى القرن الثالث عشر. أتى ابن النفيس، وهو يعرف بأنه أبو جهاز الدوران واكتشاف الدورة الدموية الرئوي، وهنا هو الشخص الوحيد اللي خطأ جالينوس وخطأ الذين سبقوه من الأطباء. وقبل مثل ما قلنا ابن سينا، بس يبقى ابن النفيس في القرن الثالث عشر اكتشف بها الدورة الدموية. المشكلة أنه اكتشاف الدورة الدموية لم تنقل إلى الغرب، لأنه كانوا هم في همجية وفي تخلف كبير، لذلك لم تصل أخباره لهم. إلى أنه في القرن السادس عشر في إيطاليا أكو شخص اسمه ريالدو كولومبو، وشخص آخر اسمه ميخائيل سيرفيتيوس، الأول في إيطاليا والثانية من إسبانيا إلى سويسرا. دول مجموعين اجتمعوا وثبتوا الدورة الدموية الصغرى ونشروها في كتاب، وصارت فيها مشاكل، واشتق المجمع العلمي المصري أتصور أو واحد المجمع العلمية أنه هاي سرقت من ابن النفيس، وجرى التحقيق بها تحقيق كبير، ولم يثبت وجود نقل لأفكار ابن النفيس إلى أوروبا. لم يجدوا أي مصدر هنالك، لذلك برؤوا واعتبر ابن النفيس هو المكتشف، ولكنهم لم يثقوه. نأتي إلى النهضة. يعني قد يكون نتعجب إذا قلنا أنه نجيب اسم دافنشي هنا مثل ما أجبنا اسم فيثاغورس. دافنشي وأستاذ التشريح إندريا ديل كولا، دول الناس اهتموا كثيرا بالتشريح الجسماني، لأن دافنشي أي فنان في الكون، ونستطيع أنه نستدل به من الفنانين، لابد أن يعرف التشريح وبدقة، وكل ما يريد أنه يكون فنان ناجح عليه أن يبحث في التشريح. دافنشي وأستاذ أندريا بحثوا في التشريح، ولدافنشي الكثير من الصور التي يتحدث فيها عن القلب وعن صمامات القلب وحجرات القلب وجدار القلب وكل الأمور الأخرى وموجودة عندي. وليس هذا فقط، هذا دافنشي أول شخص تتحدث عن الإنسان الآلي، ولدي صور حول الموضوع وممكن نتحدث فيه في يوم من الأيام. يأتي هنا بعد دافنشي شخص اسمه فيساليوس، هذا هو مؤسس التشريح البشري الحديث. كل اللي اشتغلوا التشريح سابقا أما بالسر وما قدروا يعلنوه، حتى ابن سينا يقال أنه أيضا اشتغل بالتشريح بس لم يعلنه لأن كان حرام وقد يكون نتيجة القتل. فيزاليوس هذا الرجل مع دافنشي قدروا أنه يجرون التشريح، وهو اللي دخل إمكانية التشريح على الجثث والقتل المجهول أو الموت المجهول والاشتباه بالقتل، وأسس التشريح الحديث ووضع أسسه. وهنا حصل الانقلاب التام على جالينوس من ناحية وعلى كل العلوم السابقة، وأثبت شيء مهم جدا، وهو أنه القلب هو عبارة عن وعاء له مهمات كبيرة جدا، به تبدأ الحياة وبه تنتهي. من قال به تبدأ الحياة هو بالحقيقة أرسطو. أرسطو عالم من علوم الأجنة، وهو أخذ 21 بيضة ووضعها تحت دجاجة، وكل يوم كان يقصر إحدى البيوض حتى يعرف شلون صار التطور اليومي
واستطاع أن يعرف أنه القلب هو أول شيء يتكون فيها الجسم. ونحن بالفيزيولوجي نعلم جيدا أنه القلب أول شيء تكون فيه حياة في الأسبوع الخامس من تخصيب البيض، وآخر شيء تختم فيه الحياة. فأثبت هذا الرجل هذا الأمور، ورفع الحرج عن اعتبار القلب هو العقل وهو العاطفة، وفي نفس الوقت أنه أعطى للدماغ هذه القيمة الهائلة. طبعا ويليام هارفي الحقيقة هم اعتمد بشكل أساسي على اكتشافات ابن النفيس، ووضح الكثير من الأمور. وإجا مال بيجي هذا اللي نطى التصور عن الشعيرات الدموية الصغيرة وكيف يصل الدم إلى القلب. وبالمناسبة أنه عدد الأوعية الدموية الموجودة في الجسم وحتى اللي تصل للقلب وتصل للدماغ وإلى كل مكان هي بالحقيقة مئات المليارات من الكيلومترات. يعني إذا ردنا نحسبها كلها قد تلف الأرضية عشرات المرات، الأرض عشرات المرات. يأتي علم وظائف الأعضاء اللي هو العلم الآتي الثاني من تطور العمل الطبي وما يخص القلب. وهذه الفترة كانت تقريبا قريبة من عصر النهضة. عصر النهضة هي من 1500 إلى 1700، تشمل شيئين: عصر التنوير وعصر الثورة الثقافية، وبعدين الثورة الصناعية. مثل ما نعرف الثورات الصناعية هن 4 أو 5، وتالي هو الذكاء الاصطناعي الذي نعيش به اليوم. هنا حصل التغير الكبير بالأمور، وبدأت تعرف وظيفة القلب وكهربائية القلب، وبدأت تستخدم أمور يعني آلات ووسائل لسماع القلب والتواصل به. ومن هذه الأمور هي مثل ما موجود السماعة العادية وحركة الدم الميكانيكية وأصوات الصمامات. والصمامات لها أصوات في الحياة الطبيعية من وجود عدم وجود مرض، ولها أصوات في الحالات المرضية. ويستطيع الطبيب المتبحر في أمراض القلب أن يحدد نوع المرض الموجود بالقلب من خلال سماع صوت القلب بالسماعة. وهذه هي بالحقيقة إحدى الأمور الفنية اللي كان يتميز بها أستاذنا الدكتور جعفر الكويتي. كان يضع السماعة في جهة واحدة من إذنه لأن لكثرة أعماله، ويستطيع أن يعطي تشخيص ولا نستطيع أن نقول له قد يكون فيه خطأ. قياس ضغط الدم أيضا، والنشاط الكهربائي للقلب، وظهرت أساليب الإنعاش أيضا. وهذه الأمور كلها تبلورت بعد الاكتشافات اللي ذكرناها اللي انتهت في ويليام هارفي والأشخاص الذين عاصروه والذين أتوا بعد. القرن التاسع عشر هو الجسر. في القرن التاسع عشر كان هو الجسر للقفزة الكبيرة في عمل العلماء لتوضيح ما موجود في القلب. كثير من الأمور تحدثنا بها حصلت في القرن التاسع عشر. بالقرن العشرين بدأ يجني القرن العشرين ما عمل به الأطباء السابقون وما تم عمله في القرون السابقة. ويأتي هنا عملية تسجيل تخطيط القلب، ضربية القلب، اللي هو هذا الرجل إنتهوفن وهو هولندي، اكتشف عام 1950 ليس بنفسه وإنما اعتمادا على أطباء آخرين وعلماء آخرين، وحصل بجائزة نوبل عام 1925. قياس الضغط كذلك، التصوير الشعاعي كذلك. بعدين أتينا إلى موضوع قسطرة القلب.
راح تكون عندنا فقرة خاصة بها. وبعد قسطرة القلب التي اكتشفت قبل فحص القلب بالأمواج الصوتية ب50 سنة، يعني القسطرة اكتشفوها قبل الأمواج الفوق صوتية. وبعد ذلك طبعا انت يعني مو بس الايكو اللي يكون من خلال الصدر، الايكو بمراحل. المرحلة الأولى هو الخطي، والمرحلة الثانية هو ثنائي الأبعاد، والثالث هو ثلاثي الأبعاد، والرابع أتى معه الدوبلر، أنه تعمل فحص الإيكو للقلب مع الدوبلر، وبعد ذلك الدوبلر المرئي. ولم يكتفوا فقط بفحص القلب من الخارج بالإيكو، وإنما من خلال المرئي أيضا. والدوبلر الملون هو بال83. هاي بالحقيقة عاصرناها أول ما بدينا نسمع بيها وتعايشنا معاها وكنا نبحث عنها، وكان دكتور جعفر هو مصدر إخبارنا بهذه الأمور. بالثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين حصلت ثورات كثيرة ومتسارعة. اليوم احنا نسمع بالذكاء الاصطناعي، وبغضون 50 سنة تغير العالم من خلاله وراح يتغير أكثر. وفي كل أسبوع أو أسبوعين للمهتمين بالذكاء الاصطناعي، وكنا نتمنى دكتور تحسين يكون معنا، تحصل تقنية جديدة ويستفاد من عنده بعمل جديد. وفي الثلاثينات والأربعينات بعد هذه الاكتشافات صارت دراسات كثيرة. ومن الدراسات المهمة التي أحب أن أشير إليها هي دراسة عوامل الخطورة لأمراض القلب، وهي دراسة طولت لمدة 10 سنوات وسنتحدث عنها. وفي هذه الفترة أيضا حصلت تقنيات كبيرة لتشخيص القلب وعلاج القلب، وكم تم اكتشاف أو صناعة جهاز القلب والرئة بعمليات القلب المفتوح، ومنظمات صمامات صناعية وجراحات القلب المفتوح، وزرع القلب عام 1967 بكريستيان برنارد الطبيب. جراحة القلب أول ما بدت هي بالحقيقة بالصدفة. هذا الرجل دانيال هيل هولمز هو رجل مهاجر إلى أمريكا، وكان فعال جدا ونشط جدا، وأصر على أن يدخل كلية الطب وتعلم بها. وواحد من أقرانه وأصدقائه وهو كان طبيب تعرض إلى ضربة سكين في قلبه، وهو جازف ودخل وقدر أنه يعالج. الرجل الآخر اللي هو ألماني أيضا نفس الفكرة، إلى أن وصلنا بداية القرن العشرين أليكسيس كاريل حاول أنه ينقل القلب من حيوان إلى حيوان آخر، وحاول أن يضع قلبين في نفس الجسد. وفي الوقت الحاضر أكو هنالك كثير من العمليات بوضع رأسين أو دماغين في جسد واحد، وكل واحد منهم ما هي النتيجة التي تحصل له. صار عندنا عصر جراحات القلب المفتوح في الخمسينات، سنة 51 52 53 بشكل متسلسل، قفزات، كل سنة يأتي شيء جديد يسبق يعتمد على ما سبقه ويقوم بعمل جديد ومفيد ومهم جدا، إلى أن وصلنا إلى زرع قلب كريستيان برنارد. هي بالحقيقة عام 1967 وليس 76، وهاي في جنوب أفريقيا. وأول واحد زرع له القلب ما طول، عدة ساعات، وجازف مرة أخرى وزرع قلب طول 19 يوم، وكان نجاح باهر اعتبروه في وقتها. وكان الرفض الجسماني هو المشكلة، لأن جزء غريب من الجسم يزرع فيه، إلى أن حصل اكتشاف بتهبيط المناعة من خلال الأدوية، وإجا السايكلوسبورين في سبعينات القرن الماضي، وهذا هو اللي أنجح العملية إلى أن أصبح الشيء معتاد وممكن أنه ينزرع في أي مكان. وعدد كبير من الأطباء ومن العرب، مجدي يعقوب من كبار الناس الذين زرعوا عدد كبير بالآلاف بل عشرات الآلاف.
تطورنا احنا إلى موضوع آخر اللي هي الجراحات الناظورية والروبوتية وجراحيات قليلة التدخل، وهاي هي بالحقيقة علم كبير. احنا قلنا نتحدث عن الدراسة الوقائية اللي صارت عام 1948 اللي هي فرانكهام، اللي هي طولت 10 سنوات. هاي بالحقيقة قلبت اي هذه كثير من فعلا المصائب، هو قلبت كثير منشأ كثير ترجمة من يحتاج من شعر المفاهيم. الناس يوفر أولا باركينج زين، أثبتت أن فضاء تصلب مرتب الشرايين هو وكوبيت جزء بيت من لازم، مسيرة الحياة. كل يعني شيء في سكن الحياة دائمي هو ودائم إلى بغض النظر، شيء يعني محدد حتى وإلى نهاية محددة مهما رعاية حاولنا وما فعلنا. واللوت ولكن هنالك بأشجار أمور تسرع في هذا دكتور كيف نهاية سكر الحياة، جوال ومن خلال جهاز الدوران والأوعية الدموية. وقدروا أنه يضعون أيديهم على العوامل الخطورة التي تسرع في هذا الموضوع، وهي ثبتت بمجموعتين: مجموعة غير قابلة للتعديل ومجموعة قابلة للتعديل. إن شاء الله نتحدث. نتحدث عن تصلب الشرايين بالحقيقة، وهو هذا الموضوع اللي راح يكمل لنا الموضوع اللي قبله. بالتاريخ، احنا التاريخ ما عندنا شيء ممكن نثبت فيه تصلب الشرايين غير مكان واحد فقط، هي المومياوات المصرية. تصلب الشرايين اللي تخص القلب يسموها أمراض القلب الإغفارية، أو تسمى أمراض القلب الترووية. وهي أما أمراض التروية مال القلب مثل ما قلنا، وقسم نسميها تصلب الشرايين إلى آخره من الأمور. فأثبتت بتشريح المومياوات المصرية أن هنالك تقريبا ما لا يقل عن 30% منهم عمرهم أقل من 35 سنة وتوفوا، هم هنالك وجود تصلب الشرايين. والعمر المقدر للوفيات عمر كلش قليل، وكان سببه هو انسداد هذه الشرايين. وأجري التشريح على 137 موميا، واعتبر أنه هذا نتيجة تقدم العمر، لأن ما كانوا يعرفون شيء اسمه عوامل خطورة. هو بالفعل شيء غير قابل الخلاص منه، ولكن هناك عوامل تزيد منه. طبعا نرجع إلى الفنان ليوناردو دافنشي. عنده صور وعنده رسوم قلوب التي فيها تصلب وفيها تضيق، وهنالك أطباء كثير ذكرنا قسم من عندهم. هيبردن كان يسمي الذبحة الصدرية اضطراب الثدي، وهنتر الطبيب الجراح هو مريض في نفس الوقت بالذبحة الصدرية وبالتصلب الشرايين، واستطاع أن يعطي وصف كامل وشامل لكل الأعراض التي تصبح، وهو أصبح مصدرا مهما لأعراض أمراض القلب الإغفارية. أكو عالم تشريح أيضا لعب دور كبير بها، وطبيب أبو علم الأمراض. احنا من نكتشف شيء هسه لنفرض نقول كأنه ما انتهى شيء، يعني انتهى دور التشريح باكتشاف القلب والدماغ. في الحقيقة هذه الكلام غير صحيح، وإنما ما هو موجود داخل القلب ما موجود في خلاياه، وما موجود في شرايينه، وما موجود في أورته. كل هذه الأمور جزء من العمل الطبي الذي لن يقف. ووصل العمل الطبي في الوقت الحاضر إلى داخل الخلية، وإلى داخل النواة، وإلى داخل ما في النواة، وإلى داخل الكروموزومات، وإلى الجينات، وما فوق الجينات وتحت الجينات إلى آخره. درسوا موضوع ارتجاف الأذين مع القلب عندما يقوموا بعمل جلطة قلبية للقلب، وهنا دخلت أيضا موضوع كهربائية القلب وأهميتها. العلماء الروس عرضوا 5 حالات، دراسة دقيقة كيس ستدي في مؤتمرات طبية عالمية، وكانت ناجحة جدا. ثبت تصلب الشرايين وألم الصدر وعلاقته به واضطراب الثدي. والحديث عن التشريح وعن درجات التشريح، أنه العناصر الفيزيولوجية اللي موجودة بالخلايا التي تؤدي إلى تصلب الشرايين لا تزال تدرس إلى اليوم. وإلى البارحة بالحقيقة كنا في مؤتمر بعد ما خلصنا من شارع المتنبي، ذهبنا
وكانت هنالك أخبار جديدة عن عملية تصلب الشرايين ودور الأدوية بها. كيف استخدم الطب اللي تعلمناه عن الوقت؟ دكتور قيس حبيبي، أنه أتمنى أنه تبلغني حتى أقدر أسرع. ايش قد تحتاج بعد؟ يعني ربع ساعة ممكن؟ أقل شوية. أوكي. yeah. علاج مرضى الشرايين هو بالحقيقة هاي الأمور كلها. بالبداية كان يرقد بالمستشفى بشكل احتياطي، شافوا نسبة الوفيات كلش عالية، قاموا يسووا رتحات خاصة به، بقت نسبة الوفيات 50%. لذلك أنه هم اعتقدوا أنه التشخيص السريع والعلاج المبكر واستخدام الأدوية والأسبرين والأمور الأخرى هاي ضرورية جدا، وقاموا بعمل وحدات خاصة للقلب، وهي الوحدات الخاصة بدأت تتطور من البداية إلى اليوم، ولحقتها الكثير من الأمور وهو التدخلات الجراحية الصغيرة البسيطة اللي تكون أنه قد يكون داخل وحدة الإنعاش أو تكون داخل مختبر القسطرة القريب منها، بالإضافة إلى استخدام الأدوية، وهي كلها قصة كبيرة، لأن إحنا نعرف الأدوية كانت أعشاب إلى تقريبا منتصف القرن التاسع عشر بدأت تتحول إلى الأدوية، وأدوية القلب بالأعشاب كثيرة. وبعدين صار عندنا رأب الشريان التاجي وهو التداخل القسطاري، وإضافة إلى إضافة مواد اللي هي تضبط ترسبات الأقراص الدموية. عندنا جوائز كثيرة في موضوع القلب وتطوره، وعندنا موضوع زراعة الأجهزة الطبية، وزراعة الأجهزة الطبية أيضا كثيرة. أول زراعة الأجهزة الطبية هو منظم دقات القلب للناس اللي يكون عندهم دقات القلب قليلة لا تكفي لتروية الجسم. ومثل ما نعرف إحنا أن القلب إذا نزع من الجسم ووضع في مكان ملائم إلى عمله يبقى يستمر بالنبض بحدود 40 دقيقة. هذا لا يعني أنه لو عزل من الجسم أنه ممكن أن يعيش ويكفي الجسم، لا، وإنما هنالك إعازات عصبية وهرمونية تصل من كل مكان من الجسم ومن الدماغ بالذات. إذن هنالك ترابط بالموضوع. فأول شيء هو تنظيم، والشيء الثاني أنه تقوية العضلة للضخ، والشيء الثالث عندما تكون هنالك اضطرابات يكون القلب ما يضخ هالشكل وإنما يتحرك اليمنى واليسرى، وهذا تنظيم الانسجام القلبي. جراحة القلب موضوع كبير، أتمنى أنه يصير حديث به لاحقا. البدايات من عام 1993 إلى أن انتهت بالوقت الحاضر بالروبوتات. موضوع الذكاء الاصطناعي والنانو التكنولوجي والمستقبل يا أخوان موضوع كبير، وقاعد يتسارع بشكل كلش كبير، وبه الكثير من المشاكل والأخلاقيات التي تحتاج أن ندرسها. احنا موضوعنا هنا بنتوقف، بس احنا مثل ما قلنا هنالك شغلات أخرى تخص القلب وهي ليس لها علاقة بالعمل العضوي. قد يسأل سؤال أنه القلب لابد أن يكون له دور في التفكير. أجريت عدد كبير من الفحوصات في هذا المجال، وأحدها أنه عندما يضرب الدماغ أو يصاب بجلطة تتوقف الفعاليات الحيوية في الجسم، ويتوقف التفكير، ويضطرب العاطفة، ويضطرب كل شيء بالوقت اللي هو القلب السليم. النقطة الثانية أنه زرعوا دماغين في حيوان، بقى الدماغ يعني ليس دماغين وإنما قسم من الرقبة والرأس في حيوانين. الحيوان الأصلي الدماغ يشتغل، الحيوان اللي ربط راسه على الحيوان الجديد بس الجزء المربوط فقط المرتبط بدماغه هو الذي يعمل. عندما يبدل القلب ويزرع قلب لا تتأثر العواطف. النقطة الأخرى أنه عندما يموت الدماغ تتوقف العواطف. أكو هاي الأدلة الحقيقة قابلة للنقاش، وهذا لا يعني أنه القلب ليس له مكان. القلب هو العنصر الحساس الأساسي لكل العواطف، وهو جوهر وأصل الحياة، وهو بدايتها ونهايتها. لذا
كان بالحقيقة موجود. نتمنى أنه نتحدث إذا صار مجال من خلال الأسئلة عن بعض المسميات القلبية وبالأدب وبالشعر والاعتبارات البديع الكلامي والرسوم العالمية، ومتى بدأ القلب يصبح رمز للحب، وكيف كان هذا الأمور في أوروبا قبل النهضة وما بعد النهضة. وعدنا احنا الشعراء ما شاء الله سواء بالشعبي أو الفصيح، هنالك كثير من الأبيات الشعر التي تزج القلب في عواطفهم وفي تفكيرهم. أنا أعتذر، أشكركم لحسن الإنصات، وأنا الآن مستمع لما تقولون، وسأكتب ما تقولون حتى تكون الإجابة موحدة للجميع حفاظا على الوقت وتقدم العمر اللي احنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذا ممكن دكتور تسكر الشير إذا ممكن. أكو في عندك مكان يقول لك كليك تو اكزيت. هاي وش راح ندبر هسه احنا قوة طبينا. اكو ملاحظة مكتوب فوق كليك تو اكزيت. ستوب شيرينج. اقول له ستوب شيرينج. اوكي. يا اخي انت دائما مصدر الالهام ومصدر التوجيه يا اخي، من تسكت انت احنا نضيع. اشكرك. خلصت بارك الله بيك، بارك الله بيك. اولا نقدم شكرا الجزيل على هذه الرحلة، فعلا هي رحلة منذ القدم مع القلب والتطوير الذي تم خلال هذه الفترة. شكرا لك. الآن ننتقل للجزء الثاني، لكن قبل ما ننتقل نحاول الأسئلة، يعني ممكن تكون أكو أشياء تفصيلية عن القلب نحتاج أن نسمعها. احنا في المحاضرة السابقة مع دكتور سعد ناقشنا حول موضوع الناس التي تأخذ فص الثوم صباحا. في ناس كثيرين الأطباء ينصحون بعض الأحيان، بعضهم مش كلهم، أنه ناخذ، أنا واحد من عندهم أخذ يعني فص صغير ثوم من فترة طويلة الحقيقة. وهناك أيضا تعارض الفص الثوم اللي ناخذه الصبح مع حباية الأسبرين، خاصة هذول اللي يسوون عمليات مال فتح قلب المفتوح أو كذا، فينصحوهم ياخذون أسبرين اللي هو مموع يكون. فهذا يعني نرجو أن توضح إن شاء الله بعض الأشياء التي نعاني منها أو نستفسر من عندها أو نحتاج توضيح. هذه الأشياء ممكن تركز لنا عليها عندما نأتي إلى الأسئلة إن شاء الله. فإحنا نسكر الجزء الأول وننطي المجال للجزء الثاني. لحظة واحدة.